السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. صباح الفل يا رجالكم، صباح الفل على الناس كلها، ويا رب يكرمكم ويرزقكم ويحقق لكل حد كل اللي بيتمناه في غاية الحمام وبره غاية الحمام. حبايبي يا رجاله، دول بسم الله ما شاء الله الاربع حمامات اللي هتكلم عليهم النهارده. ماشي، بس قبل ما اتكلم في حلقة النهارده، وبالمناسبة حلقة النهارده ان شاء الله تعجبك جدا جدا جدا. الاول لو لسه ما اشتركتش معايا في القناه تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنقدمها. ما تنساناش باللايك الجميل لان الله كبير في الفيديو بيخلي اكبر عدد من المشتركين يستفيدوا بالفيديو، وده الهدف من الفيديوهات. بصوا يا رجاله، حلقتنا النهارده عن السكروته وتقليب السكروته، ومش هتطرق قوي او مش هخش قوي في حته تقليب السكروته، يعني هقول لك كده تقليبه سريعا، بس هقول لك على حاجات لو انت لقيتها في فرد حمام عندك سكروته، ده يا باشا ما تفرخوش، ده اخرج منه، ده بيعه هو وابوه وامه والعيله كلها. تمام؟ حاجات بتقول ان فرد الحمام اللي قدامك ده دخله دخيل بقى رسمي. ماشي؟ وانا ضد برضو الناس اللي تقعد تقول لك ايه يا عم هو فين السكروته، ده السكروته خلص. يا عم طب ما تشتغل بالموجود. انا دلوقتي رايح مشوار ومفيش قدامي وسيله مواصلات غير العجله. تمام؟ هل ما اروحش ولا اروح؟ يعني انا رايح الامتحان، انا رايح امتحان دلوقتي وما عنديش وسيله مواصلات غير العجله. خلاص بقى مش هروح ولا اركب العجله كده وابدل واحده واحده كده واصحى بدري واروح مشواري؟ لا طبعا، اركب المتاح قدامي. هو ده الرجال اللي احنا بنقول عليه. تلاقي مثلا حد يطلع يقول لك ايه تقليب السكروت، يقول لك يا فين السكروت؟ ده السكروتات يا عم خلصت. لا يا عم، السكروتات موجوده وكل حاجه، وفي ناس عندها مستويات محترمه جدا جدا جدا. تمام؟ بس انت اللي بتقعد تتكلم وخلاص وتضيع في وقت وما بتفيدش غيرك وما بتفيدش نفسك. اشتغل بالخامه اللي موجوده قدامك وموجوده عندك. تمام؟ وما تقعدش تعطل في نفسك بحجه ان فين السكروت، ده السكروت خلص، فين اللبلق الاخضر، ده اللبلق الاخضر خلص، الوطاطي بتاع زمان ما عادش خلاص موجود. اقعد بقى اقول كده وفي الاخر انت عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجه. لا، اشتغل بالخامه اللي موجوده واشتغل بالاساسيات اللي انت تعرفها عن السكروته، وابعد عن الحاجات اللي هقول لك عليها اللي بتقول وبشكل صريح وبتفضح السكروته وبتقول ان هو دخل فيه تخيل رسمي. يا جماعه انا اساسا سبب الحلقه ديت، انا حد امبارح بعت لي سكروته بطرطور بدبوس هنا كده. ابلق ايه يا جماعه لا يمكن باي حال من الاحوال، مستحيل. زي ما انت شايفني كده قدامك، لا يمكن اللبلق يطلع لا بطرطور ولا بدبوس كده. فهمي نظمي رسمي دخل فيه حمام تاني. ماشي؟ لان اصلا هو اساسه اصلا مش بطرطور، مفيش في اي طراطير. وما تقوليش اصل دي طفره وطلعت فيه ومش عارف ايه. والراجل فرحان جدا بيه، قلت له يا باشا اذبحه وكله. قلت له ده فرد بلدي. قال لي ده خدينه وفعلا خدينه والله وكتفينه وشكله حلو. قلت له يا باشا بقول لك اذبحه وكله، ده ملوش لازمه. هكلمك على اساسيات سريعا، وبعد كده هقول لك على فرد مفضوح مثلا قدامه هو بيقول ان هو دخل فيه حمام تاني، واقول لك نعمل فيه ايه ونتعامل فيه ازاي. بص يا شباب، وهي هوريك فرد كبير وزغلول صغير. انا لما اجي اقول لك فرد حمام سكروته، لازم لما انطق كلمه سكروته يبقى جدته بتقول ان هو سكروته. بمناسبه السكروته وكلمه سكروته، كان زمان وزمان قوي كمان كان في الناس الشعب بيعملوا جلاليب، والجلاليب ديت كان في لون منها اللي هو السكروته، اللي هو اللون ده كده بالظبط كده يا رجاله، اللون اللي هو المصفر ده او البيز ده بنسميه. تمام؟ وبتبقى رايقه وسايحه كده. لما اقول لك سكروته يبقى على طول دماغك تروح لجتته. لازم لما احط ايدي كده الاقي جته سكروته اللي هو كده يا شباب. لازم الجته تبقى سايحه، لا تقريشه ولا تختيمه ولا تبريصه ولا دبك. وحط لي دبك دي في جنب دلوقتي عشان هاجي لك ليها بقى. تمام؟ كل الكلام ده ما يجيش في السكروته. طب لو جه يفضحه ويقول ان هو كان فيه تخيل. التقريشه لو جت تقريشه يقول لك ان هو مفضوح من بعيد وداخل فيه قشر بندق. طيب الدبك او الحبيكه لو جت فيه يبقى مفضوح وبيقول انه دخل فيه قبل اخضر. تمام؟ العيوب الاساسيه ديت او الشرعيه ديت بيخليني ده سبب كافي ما يخليش ان انا افرخه. تمام؟ تاني حاجه، تمام، عين السكروته يا رجاله بتبقى واسعه فوق وتحت، اوسع عين فرد حمام قبل ان تشوفها. عين السكروته ايه؟ بتبقى واسعه فوق وتحت. ما ينفعش تيجي تقول لي انا غاوي سكروتات وعندي سكروتات وتجيب لي سكروتات بالعين اللي انا هوريها لك دلوقتي. ركز في الفرد ده عشان هوريك فضايح دلوقتي. الفرد التاني فرد عندي وكل حاجه بس بنشه. ماشي؟ يبقى انا دلوقتي اساسي عندي الاول جته السكروته، جتته لازم تقول ان هو سكروته اهو، وخد السكروته. تمام؟
لازم يبقى كله لون واحد من اول هنا، من اول نقطه اللي انا بشاور عليها دي لحد اخر نقطه هنا، كله لون واحد. ماشي، لا مشوب ولا منقول ولا مغير ولا هنا غامق ولا هنا فاتح ولا الكلام ده كله. لازم درجه لونه تبقى من هنا لحد هنا كلها كده لون واحد. تمام. تعرف لو فرد الحمام جاب سلته مقفوله، اقول لك ناقصه نمره. ماشي. المسله بالمناسبه، المسله اللي هي الحته دي كده اللي بتبقى فالقه نص دماغه بالابيض دي كده، يعني شوف هنا وهنا وفي النص ابيض، دي المسله اللي بنقول عليها. تعرف لو مسلته جت مقفوله، اقول لك عادي مش اشكال. تعرف لو جيب خلع في الجناح كده يا رجاله تلاقي حته كده بياض، اقول لك برضو عادي ناقص نمره. ماشي. تعرف لو جت ريشه ولا ريشتين في ديله مثلا لون جتته، اقول لك ماشي مش اشكال، زفاره. تمام. تعرف لو جه بحرام اللي هو خده كده طول ناحيه عن ناحيه، يعني ده مثلا خدينه الاثنين مظبوطين، لما يجي خده طويل ناحيه عن ناحيه، اقول لك وماله يا عم ناقص نمره. ماشي. انما لما يجي بقى الحاجات الثانيه اللي لسه هقول لك عليها دي، لا حاسب، يعني انا اشتغل على اي عيب من العيوب اللي انا قلت لك عليها دي. ماشي. ما اشتغلش بالعيوب بقى اللي انا هقول لك عليها الثانيه دي بقى، وهشرح لك عليها في الفرد اللي مفضوح اللي قدامنا ده بالظبط. تمام. حلقه حلوه. ماشي. قلنا طبعا جت ريشه ولا ريشتين مفيش مشكله. طيب الكلام ده في ذكر كبير مظبوط. ماشي. وتمام التمام، وجتته زي الفل اهي. شوف جتته عامله ازاي، لون واحد. طيب لون السكروته ايه الاول عشان ابقى فاهم بس الاول؟ اختلفنا واتفقنا مفيش مشكله. امر واقع حاليا دلوقتي السكروته بيطلع لونين، غامق وفاتح، بس كله في اطار نفس اللون. يغمق درجه او يفتح درجه مفيش مشكله، بس ما تجيش تقول لي ده لونه على ورد وسكروته، ملوش علاقه بقى بالسكروته. ده اللون راح وهرب منه وتقول لي سكروته، مش سكروته. تمام. انا بقول لك اهو لونه السكروته اهو بالظبط، اغماء درجه وفتح درجه مفيش مشكله. بنقول بقى عليه ده رايق. في ناس تانية تقول لك ده اسطنبولي، وناس تختلف معاها تقول لك لا ده مفيش حاجه اسمها اسطنبولي. بس هو امر واقع حاليا دلوقتي. كنت من حوالي شهرين كده عامل حلقه مع عم فرحات ربنا يبارك له ويديله الصحه، هسيب لك لينك الحلقه دي في صندوق الوصف. لما جيت اساله عن لون السكروته قال لي لون واحد. قال لي بص سيبك من كل الكلام ده كله، من قديم الازل لون واحد. تمام. ماشي. طيب بيطلع اللون الثاني، بيطلعه. عايز بقى انت تستبعده من الغامق سنه وتخرج وتخرج وتخرج، اللهم لك الحمد. الحمد لله وصلنا برضو لمرحله في السكروته ان احنا قدرنا نخلي اللون كله موحد عندنا. يعني مثلا لو عندي 5 أو 6 أو 10 تجواز فرخهم بيطلع لون موحد، وهوريك زغاليل دلوقتي. طيب سيبك بقى من الذكر لان ممكن يبقى باين قوي. بص يا رجاله، ده زغلول، ده زغلول صيد. بص لونه عامل ازاي. اللون نفس الكلام، لا تبريصه ولا تختيمه ولا تقريجه ولا دبك او دبك حبيكه زي ما بنسميها، مش اشكال. الدبك هي الحبيكه. بصوا يا رجاله زغلول صيو. شوف كتفه عامل ازاي، كتفه كله واحد بلاطه واحده. ماشي. يفتح درجه لما يكبر لانه لسه عيل صغير. الديل كله لازم يبقى ابيض، ريشه ولا ريشتين مفيش مشكله. الخدين شمال ويمين زي بعض. العين شوف العين طلعت عامله ازاي، العين طلعت واسعه قوي. العين طلعت ايه؟ واسعه قوي اهو، ولسه عيل صغير. طبعا العين لا فسرت ولا الكلام ده كله. عين السكروته زيتي مش صفرا. الناس اللي برضه بيختلط على الامر، عين السكروته زيتي مش صفرا، بس زيتي فاتحه قوي 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 قوي. تمام. ليه؟ لان لها علاقه بجتته. كل فرد حمام خلقه ربنا بياخد ضريبته، بتاخد نصيب من لون جتته. خلي بالك من الكلمتين اللي بقولهم دول. كل فرد حمام خلقه ربنا ضريبته او عينه، تمام، بتاخد نصيب من لون جتته. يعني السكروته عندي البلق كلها من اول الفحم كده لحد وانت نازل لحد السكروته والابلق الابيض كلهم عينيهم زيتي، باختلاف درجات الزيتي على حسب درجه لون الجته. تمام. يعني ايه يا وليد؟ يعني السكروته ايه لونه ايه دلوقتي؟ ركز معايا. لونه ايه؟ لونه فاتح. تمام. يبقى لون عينه زيتي فاتح. ماشي. نافوخه ما شاء الله يطلع زغلول كويس، نافوخه مقتول قوي، دماغه مقفوله. ماشي. نافوخه مطبق، عينيه في قلب دماغه، زغلول يطلع مستواه ومستقبله كويس. النمر اللي في الاب هي النمر اللي في الابن او في الزغلول الصغير. عمر في حياته جتته ما تكتكت ولا يطلع دبك وتقول لي ايه طول بالك بس عليه اصله هيروح. نفس الكلام بينطبق على زغلول ثاني برضه جايبهولك من فرخنا. بصوا يا رجاله، هحاول امسكهم لك عشان الجتتين يبانوا قدامك عشان تقدر تميز. بصوا يا شباب اهو، شوف الجتتين عاملين ازاي، نفس اللون. ماشي. ما انا بقول لك في اصول. انا شغال ببيت اساسي عندي، انا بقالي فتره طويله بنحاول ننقي وننظف ومش عارف ايه عشان نوصل في الاخر لدرجه اللون دي. ولو جيت تبص له دي ان شاء الله تطلع البنوته
يعني ربنا يبارك. برضه نفس الكلام، عينيها هتطلع صعبه. ماشي، انا اسف انا طولت، بس هاجي لك بقى. بص عينيها عامله ازاي، ولسه عيله صغيره. بص عظمها عامل ازاي، شوف قبلة الفرد عامله ازاي، شوف الخارجه عظمه خارج من نافوخه ازاي، يتقال كده عظمه خارج من نافوخه. وش السكروته مقرطس، ما تجيبليش فرد حمام وشه مكلتم كده وتقول لي سكروته، منين نصيبه سكروته؟ ده داخل فيه قشر بندق، ولما طافح قشر بندق. عظم السكروته ايه؟ مقرطس، يقصر او يطول القرطاس بس مقرطس بنفس الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. شوف عظمه على قد نافوخه وطالع بقرطاس، مش طالع زي القشر بندق بقى. سيبكوا بقى من الحمام المظبوط، ماشي، وتعالوا كده ندخل بس الزغلولين ده هم لامهم ابوهم، وندخل الفرد الكبير، ونتكلم بقى على الفرد المفضوح اللي بيقول ان انا داخل فيا تخيل، ان انا مش سكروته، انا لابس ثوب شبه السكروته بس مش سكروته. ثانيه واحده يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده فرد ذكر عندي بطل اولى فوق، مفضوح. لما اجي امسكه كده واشتريه كده في كام نمره كده هتقول لي ان هو مش سكروته. دخول الحمام في بعضه زي ما قلت لك يبوظ الضريبه، يهببها خالص، تطلع بقى زي ما تطلع ايه لون تاني، تصفر تحمر تتنال بنيله. ما خلاص، ما انت خرجت بره الفصيل، انت دخلت فيه حمام وعامل لي فيها بتفهم وهقصر عظم، لا ده انا هعمل، ده انا هسوي، وبوظت الدنيا. بصوا يا شباب، شوف عينه الضيقت بقت عامله ازاي، بقت عامله زي عين الكشكي. بص صفار عينه اللي فاقع في الكاميرا عامل ازاي، تمام. بص خده اللي لونه مخضر فاتح، ده من ايه ده يا عم وليد؟ يا بيه ما هو داخل فيه قبل اخضر يا بيه، داخل فيه قبل اخضر، تمام. ده يستبعد هو وعيلته كلها، ماشي. لما اجي ابص على جدته وبص جناحه، يعني هحاول ما افتحلكش جناحه عشان يبان. بص الدبك، شايف الدبك؟ اقول لك ايه بس، ده الدبك 3 طبقات. بص الدبك، واخد بالك هنا كده اهو، لما يتفتح طبعا اهو باين برضه حتى ومفتوح. والله واخدين بالكم يا رجاله الفضايح؟ ده بيقول ان انا داخل فيها تخيل. صاحبي امبارح اللي وراني الفرد وبعتهولي على الواتس، موريني سكروته الدبوس. سكروته مين يا عم اللي الدبوس ده؟ لا سكروته ولا يقرب السكروته، جيتوته سكروته. بقول لك مش سكروته، مفيش هبله اصلا بدبوس، تمام. مفيش سكروته يجي بدبك كده يبقى بيور، مفيش سكروته يجي ديله كله، شوف ديله كله تمام، لون تاني او لون جتته، وتقول لي ده مش داخل فيه حاجه. لا يا باشا داخل فيه حاجه، مدخل فيه بقى الاصفر وزار، مدخل في اي حاجه، لا بخل لابخه، انا ما اعرفش انت عامل فيه ايه. انما السكروته حتى لو فرد شعب، بص ديله كله من اوله لاخره ابيض. بصوا يا رجاله البوظان، بص الحمام اللي بايظ، ماشي. بنعمل ليه كده في نفسنا؟ سيبك من بنعمل ليه والناس بتعمل كده ليه، انا بكلمك انت علشان تعرف الخامه اللي بتشتغل بيها، علشان ربنا يكرمك ويرضيك. اشتغل بالمتاح قدامك وما تقفش، ماشي. لا تشتغل بفرد فيه دبك، لا تشتغل بفرد خده مشوب شمال ويمين، عيوب اساسيه مش هتعرف تطلع منها، هتفضل نلبس وفي الاخر ولا هنوصل لحاجه. ما تشتغلش فرد سكروته مش قرطاسه بقى صغير، لا انا عندي جوه حمام سكروته قرطاسه قصير، قرطاسه ملموم، ماشي. ما تشتغلش بفرد عظمه ملموم خالص، عظمه نفسه. ما تشتغلش بسكروته شبه القشر بنادق كده والفحميه تقول لي سكروته، لا. ما تشتغلش بسكروته بدبل، ما تشتغلش بسكروته خده مشوب، ما تشتغلش بسكروته ديله لون تاني، ما تشتغلش بسكروته عينه ضيقه قوي، لان هو ساعه ما بقول كلمه سكروته يعني عين عين قد كده، اوسع عين في الفرد اللبلب، او اقول لك اوسع عين فرد حمام خلقها ربنا. بصوا يا رجاله فرد الحمام عينه عامله ازاي، بص فرد الحمام فضايح، بص قد ايه، عين استرالي، ماشي. انت خلاص، ما هو انت عملت لي فيها فتك وبرم، ماشي، ولبخت الدنيا، هيطلع ايه يعني؟ طيب ده يوصلنا بحاجه؟ ما يوصلنيش لحاجه. ده اشتغل بيه ما يلزمنيش من هنا لتحت رجلي، ده اخره معايا وتمامه معايا انشه وطيره. انما افرخه واطلع منه حمام سلكات، ابيع منه الزغلول ب 200 و300 و500 و1000 و1000 ونص، مفيش الكلام ده، ما يوصلنيش لاي حاجه. يبقى انا عندي اساسيات مهمه جدا زي ما سمعت كده في اول فيديو، وعندي حاجات استبعدها تماما وما اشتغلش بيها لو انا قررت ان انا اربي سكروته. طبعا الحمام سكروته يا رجاله من اجمل الحمام البل اللي ممكن تربيها طول حياتك. يا رب اللي انا قلته يكون وصل لك بشكل سلس وبشكل سهل، وتكون الحلقه عجبتكم، ومحتاج ان انا اسمع رايكم في التعليقات. حبايبي يا رجاله صباح الفل. سكروته معجون
داخل فيه قبل اخضر رسمي، دبكه وداخل فيه قبل اخضر ماشي، خده بيقول داخل فيه قبل اخضر. لما تبقى شايف الحاجات دي كلها وتتغاضى عنها وتقول اصل انا هشتغل من صفر واطور من نفسي، اقول لك معلش انا اسف، سلام عليكم بقى، الكلام خلص انا همشي. لما تجيب لي سكروته بدبوس وبطرطور وتقول لي اصل جدته حلوه اصل انا هشتغل، بيقول لك سلام عليكم يا عم انا ماشي. انت بتتكلم اصلا انت يعني فرد ملوش علاقه بالفصيل ولا التقريب الفصيل، انت عايز تشتغل بيه منين يا بيه؟ حبايبي يا رجاله صباح الفل، دي كانت حلقه النهارده، رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معكم يا شباب في الوليد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.